السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. النهارده هنعمل فيديو جميل جدا جدا هيعجبكم ان شاء الله. هنعمل طاجن ورق عنب، هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة جدا. جبت معلقتين من الزيت زي ما انتوا كده شفتوا، ونزلت عليهم معلقة من السمنة زي ما تحب. عايزة تحط زيت ماشي خالص، عايزة تحط سمنة ماشي خالص. انا حطيت كده وكده عشان يبقى طعمه جميل جدا جدا يا بنات بالطريقة دي. بعد كده حطيت البصل، نزلت عليها قلبتها احمرت زي ما انت كده شفتوا كده. نزلت عليها بمعلقة من الصلصة بتاع المعلبة. بعد كده نزلت عليها بالطماطم يا بنات، هنسيبها تتسبك بعد ما نحط لها البهارات، وهنقول لكم هنعمل ايه تاني. معانا معلقة من الكمون، معلقة من السكر، معلقة من البهارات، معلقة من الملح، معلقة صغننة خالص من الجنزبيل، وتشعيرة من القرفة اللي تحت الجنزبيل اللي انتوا شايفينها دي، ومعلقة توم بودرة. كل ده نزلت على التسبيكة يا بنات. بعد كده المية غلت، نزلت عليها بحبة من الملح. وهنجيب ورق العنب اللي احنا مفرزينه يا بنات. انا مفرزاه بص يا بنات اخضر وجميل ازاي، زي ما انتوا كده شايفين في العلبة زي ما هو كده. بص يا بنات اخضر وجميل زي ما تكوني لسه جايباه. انا مفرزاه من اول السنة كده. انا غليت المية وحطيته، بفك الرول بتاع العنب، ورق العنب كده، وبنزل بيه بالميه على طول زي ما هو متلج. هيطلع بالشكل الجميل اللي انتوا هتشوفوه زي ما تكوني لسه جايباه دلوقتي على طول من الشجره. غسلت الرز وصفته من الميه خالص كده. بعد كده حطيته في البوله ونزلت عليه بالخضره يا بنات، قلبته تقلبتين كده الاول، وبعد كده هنزل عليه بالصلصه اللي صلصناها سوا مع بعض. بصوا يا بنات ورق العنب جميل ازاي. انت شايفه تقولي مش مفرز ولا اي حاجه، ولا اتكسر ولا اي حاجه، زي ما انتم شايفين، لان انا مفرزاه على الفارول بورق الاسترتش، وحطاه في علبه يا بنات في الفريزر عشان لما تيجي تحط في اي حاجه ما يتكسرش. خلي بالك، اما تعملي درج لوحديه للورق ده. بصي يا بنات جميل ازاي، بصي ولا مكسر ولا مدقدق ولا اي حاجه، ولا زي ما تكوني لسه جايباه دلوقتي من عند الراجل. بصي يا بنات جميل ازاي كده. بس لو وصلنا لحد هنا كده بالفيديو ما تنسوناش بلايك واشتراك. هنلف كده ورق العنب كده يا بنات زي ما انتم كده شايفينه اهو كده، بيلفوا معانا البنات كده اهو. جميل جدا جدا بسم الله ما شاء الله، والخلطه بتاعته جميله جدا جدا ما شاء الله يعني، وطعمه كان حكايه. هنلف ورق العنب كله كده، وبعد كده هنرصه في الطاجن بعد ما نخلص اللف بتاعه يا بنات. بنلفه بطريقه جميله جدا جدا زي ما انتم كده شايفين اهو. ولازم البنات يعملوا معانا عشان نعلمهم يا بنات. بصوا يا بنات بيعملوا وبيوروكم، لفونه كده صغنطوط وحلو وزي العسل اهو زي ما انتوا كده شايفين. حتى الورقه اللي هي جايه هي كده من الشجره بتاعتها مقطوعه، انا ما بهدرش حاجه، كله بلفه كده يا بنات. ورق العنب البناتي ده الصغير الحلو الجميل زي ما انتوا كده هتشوفوا لازم البنات يا بنات لو معكم بنات كده صغيره لازم تخليها تلف معاكم وتعمل معاكم، تعودها على شغل البيت عشان تطلع كده شاطره وجميله وما تحتاجش لحد. انا لفاني كده ورق العنب زي ما انتوا كده شفتوا. انا الطاجن ده يا بنات حطيته في الفرن الاول، مولع الفرن، حطيته في الفرن الاول سخن الاول، وبعد كده برص فيه ورق العنب. وطبعا لو ما عندكيش شوربه ممكن تغلي ميه وتحطي فيها مرقايه وحبه ملح وحبه كمون وتعملي بيها، بس احنا معانا شوربه هنزيد بيها ورق العنب. بصوا يا بنات جميل ازاي، بوريكم جميل وزي العسل، وهوريكم ولا صباع هيفك ولا صباع هيفرول ولا اي حاجه كده فاخر من الاخر، ولا جميل كده يشرفك كده قدام حبايبك. بصوا يا بنات اهو زي العسل اهو. احط على وشه قرن فلفل كده وكم حبه فلفل بيطعموهم، وهننزل عليهم بالشوربه زي ما انتوا كده شايفين، والفرن سخنه والطاجن سخن، فمش هتقوى. هنغطيه كده يا بورق ألمونيا يا بطبق، وهندخله الفرن، بس الطبق يكون ألمونيا او ستانلس، وهندخله الفرن ما هياخدش حاجه، هيستوي حلا حلا زي ما انتوا كده شايفين. وهنقلبه في الصينيه وهوريكم الرز مفلفل وزي العسل فيه كده. الطاجن سخن مولع نار مش قادره امسكه. بصوا يا بنات البخار اهو طالع منه، حاجه كده يعني جميله تشرفك كده قدام حبايبك اهو. بصوا يا بنات اهو زي العسل، ورق صباع صباع ولا زي ما انتوا شايفين اهو. شوف سخن مولع نار موحوح اهو. شايفين الرز جواه ازاي وجميل ازاي، وحبه الفلفل اللي على وشه ده كده بتطعم المحشي يا بنات كده، بتخليه زي العسل. يا رب يعجبكم الفيديو، لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بلايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسيبكم في رعاية